مجرد ما انفتحت البوابة شفت سيدي صاحب السمو، وديت التحية ورد علي التحية. حبيبي فاطمة العامري ممكن من برا على الكل يشوفها فارسة وهجانة، وأنا لكن أشوف نفسي إنسانة كادحة في حياتي جدا. باي. الحين مشغولين قاعدين ياكلون. بنات نبى أداء أحسن من آخر لفة، تتذكرونها؟ مجرد تجربتي إني أنا أبغى أجرب أركب ودخلتني لعالم ثاني. فاطمة شخصية قوية وشعور الفخر هذا أهم شيء. أنا بديت على كبر يعني في مجال ركوب الخيل وبعدين الهجن، وهذا على فكرة أنا أحس إن هذه رسالة. وإن شاء الله تدرين أحس وصلنا لمرحلة إن عادي ما أخاف على البنات. برافو بنات. في بداياتي الرفض صراحة، المدربين مثلا يقولون إحنا نبغى فلانة وفلانة فاطمة هاي شيلوها. بس أنا هذا الشيء ما وقفني أبدا، يعني بالعكس أنا يوم حد يصامت علي أنا أزمط عليه. ما عليه، نحن نمشي حبة حبة ما نحب نطلع على طول. والله مشوا مسافة حلوة. الرفض هذا خلاني أتعرف على رياضة جديدة اسمها التريك رايد، والتريك رايد خلاني أوصل لأكبر إنجاز في حياتي اللي هي الوقفة على الخيل أمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه في مسيرة القبائل. مجرد ما انفتحت البوابة الحمد لله سيري كان سيدة، مركزة دائما على المنصة اني بس ابى اوصلها عشان اشوف الشيخ. كان لابس كندورة رمادية غامقة او سوداء، كنت مميزة بين الحضور. اول ما وصل الخيل رفعت ايدي اديت التحية، فرح والحماس اني انا شفت سيدي صاحب السمو وديت التحية ورد علي التحية. فالحمد لله الحمد لله كان شيء جدا رائع. كل شيء بالمثابرة والعزيمة الواحد يوصل. صراحة أنا ما كنت أتخيل قبل 5 سنوات بوصل هذه المرحلة، مش بس أركب، أنا مدربة. فوق الخيال الموضوع. أخاف يروح فينا الحين. تبغى يروح؟